تعالوا معايا يا جماعه. النهارده يوم جميل جدا بالنسبه لي في حياتي بصراحه يعني. صاحي بدري ومهتم جدا المشوار ده ومتحمس له، وهنطلع دلوقتي على المطار عشان خاطر المفاجاه بقى اللي انا كنت عايز اقولها يعني في الاخر، بس انا هقولها لكم من دلوقتي. طبعا انا متشوق جدا ان هو وحشني وعايز اشوفه والكلام من دوت، دي حاجه. والحاجه التانيه بقى وحشني اكل مصر. يعني امي بتقول لي ان هي بعتلي فطير وبعتلي عسل اسود وطحينه والحاجات اللي انا مفتقدها جدا بقى هنا. احنا دلوقتي الحركه اللي هتحركها دلوقتي من السنترو بتاع مدريد، من مكان اسمه ماركيز دي باديو، وهطلع من ماركيز دي باديو على الايربورت على المطار. وطبعا عيد الصلاه في رمضان انا هنا ما اكلتش كعك. صمنا رمضان الحمد لله والدنيا تمام، بس ما اكلتش كعك. فامي ان شاء الله مش هتسيبني في الموضوع دوت وهتعوضني وبعتالي كعك العيد، بس هاكله بعديها بشويه. يلا بينا. بص 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 بص، ده هتلاقي الملك لويس الثالث التاسع ال15. المهم ان هو حد كده كان لابس جيبه عندهم زمان وبيحترموه جدا، والمفروض ان دي ملايكه بتحميه بقى والحاجات ديت. ده الكلام ده هم اللي يعني اللي عاملينه على الكوبري، حد حاطط ورد وعيل صغير وكده، حاجات لذيذه والله العظيم. انا اصلي من العطارين، عندنا عماير. هقول لك عماير ايه؟ طب بلاش عماير. شارع النبي دميان عندنا في مصر شارع معدي ال1000 سنه، هم عاملين احتفال على كوبري بقاله 30 سنه 300 سنه. الناس بيستغربوا. حتى بص محطه القطر هنا اسمها بيراميدز الاهرامات. في حنفيات شرب ميه في الشارع. في مدريد عامه الميه بتاعتها نظيفه جدا، معمول حنفيه تشرب منها في الشارع. حتى ميه الحنفيه في البيت تفتح تشرب منها على طول، ميه جميله احسن من المعدنيه، لان هي بتنزل من على سلاسل الجبال. لان مدريد كلها اصلا متحوطه بسلاسل الجبال. باموس وهنكمل بقى الرحله من القطر. يلا بينا يا جماعه، توكلنا على الله. اللي عاجبني جدا ان في باسكت زباله في القطر، شايفينه جوه القطر. يا جماعه احنا وصلنا اهو زي ما انا بقول لكم، دلوقتي بندور بقى على الطياره اللي جايه على مدريد هنا، مصر الطيران بتهيألي صح؟ احنا دلوقتي بندور على تي اونو تي اونو بابا هي دي تي اونو اللي هننزل عليها. طبعا البتاع ده انا بيجيب لي اكتئاب، ان هو اصلا المشي فيه زي ما انتم كده شايفين ضعيف، بس واحد يمشي كده يمشي كده يمشي كده يمشي كده فاهم. بص الحاجات دي بتتباع في المطار واحنا ماشيين كده، عايز افرجكم عليها بالمره. دي صور اللي هي التدريبات بتاع الطيران. ترانكيلو بوكو بفامور. تجري ليه؟ ترانكيلو بوكو هي اصلا المشاية بتجري. الحاجات دي مفيده جدا بصراحه. انا لما باجي اسافر ساعات معايا شنط كتير، في مطارات بنزل فيها ما بيكونش فيها المشاية ديت، وبتبقى المسافه كبيره جدا. يعني على رخيم مطار اسطنبول، مطار ما شاء الله يعني كبير جدا 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 مطار اسطنبول. تمام. لما بمشي في الارض اللي شبه دي كده ومعايا مثلا شنطتين كبار وشنطه معلقه على كتفي بتبهدل. المشاية دي بتوفر كتير، يعني لو انت بالذات معاك شنط فدي حاجات حلوه جدا في المطار. اظن ان هي بقت موجوده في كل المطارات دلوقتي، بس في مطارات ما كانش فيها دوت. تمام. احنا عايزين تي اونو انا مش عارف اصلا احنا متاخرين على ميعاد الطياره ولا لا، فعايزين نظبط القصه دي ما نكونش متاخرين على ميعاد الطياره والدنيا تبقى متظبطه. تمام. طبعا كل اللي شايفيني دلوقتي شايفيني في المطار فلوجر، الناس كلها حتى الاسبان عمالين يبصوني عشان انا مشهور جدا. اهو زي ما انتم شايفين وصلنا خلاص الجيت اللي احنا هنحرقها بتاع الامنو. انا عايز اقول وانا بصور دلوقتي في المطار، الناس الاسبان وبقيه الناس عمالين يتكلموا معايا مفكريني بلوجر مشهور من اللي عنده ملايين ما شاء الله يعني.
شاء الله يبقى عندي ملايين يعني لاخواتي المصريين واصحابي يعني محدش اكيد هيستخسر يعني ولا ان هو يدعم يعني تمام. وبعدين انا بقول شويه معلومات كويسه. المهم بس الناس بتبص لي ناس ان انا مشهور جدا وبتاع. انا بس حابب افكركم بحاجه يا جماعه: اشتراك، سبسكرايب، لايك. الحاج ده قاعد هنا في المطار مستني واحد بقاله فتره كبيره جدا ولسه ما جاش كل ده، فاهم؟ لحد ما الراجل زي ما انتوا شايفين كده دقنه كبرت وبيضت. شايف الحاج ده بقاله كام سنه؟ معاه شنطه، بص الجزمه بتاعته جميله والله العظيم تمثال جميل، دقنه ابيضت. ابوس على راسك يا حاج. مالك يا حاج؟ سابوك في المطار وسافروا؟ يلا يا حاج استلويجو، اروح اجيب ابويا الحقيقي وبرجع لك. مع السلامة يا حاج، والله يعني سايبك في مطار مضيق هتوحشني والله. سلام. الطيارة اتأخرت، هو واقفين قدام اللوحة، بص كام لوحة مش عارف. تعال نشوف الطيارة هتيجي الساعة كام. الكايرو 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 المفروض الطيارة كانت الطيارة اتأخرت، المفروض كانت توصل الساعة 2:30. الكايرو اتأخرت، هتوصل 15:03، هتوصل 3:05. كانت المفروض توصل 2:30، هتوصل 3:05. دور على مين؟